فتحي معلش وطي نيمو. صوتك بس عشان هكلم صاحبتي. طب ما تخش تكلميها جوه. لا ده فويس عادي. ايه يا بنتي عامله ايه؟ ايه بقى يعني ايه المشاكل اللي انت فيها انت وجوزك دي؟ بصراحه انت غلطانه جدا. انت ازاي تعملي كده يا بنتي؟ يعني ايه يوم الاجازه ما تبقيش عامله اكل؟ حرام عليكي. يعني هو طول الاسبوع بيشتغل ويوم الاجازه المفروض يرتاح، البيت يبقى نظيف، العيال مستحميه. معلش هو متجوز ليه؟ مش فاهمه معلش يعني. ايوه المفروض ان انتي تهتمي بنفسك وبعيالك وبشقتك وبكل حاجه. في ايه يا فتحي؟ اتكلم عادي. ايوه انا قفلت اهو. بتكلمي مين؟ بكلم صاحبتي. بتقولي لها ايه؟ يا ابني بنصحها جوزها هيطلقها. جوزها هيطلقها؟ ايوه. بتنصحها ازاي؟ على فكره انا النهارده اجازه برضه. اعمل لك ايه يعني؟ اجازه ولا مش اجازه؟ مش انا ما فاهمه. بشوفش اللي انت بتحكيه لها ده. انت كدابه، انت كدابه. هو هيطلقها، لازم اقول لها كلمتين عشان اهدي الدنيا. انت هتطلقني؟ لا يبقى روق ليه؟ لما تيجي تطلقني هقوم اروق. استنى بقى. فاهمه يا بنتي؟ فانتي لازم تهتمي بنفسك وبعيالك وكده. يعني ما ينفعش العيال تبقى منعكشه ومعفنه كده والالعاب في كل حته. ايوه ده انا سمعت كمان ان انتي بتخليه هو اللي يعمل الاكل يوم الاجازه. حرام عليكي بجد. وبيغسل المواعين. لا ده كده انتي مفتريه. انتي يا بنتي بتتبطري على النعمه. ما تتبطريش على النعمه على فكره كدابه اقسم بالله. يا فتحي. كل شويه تقاطع مش لك. مش طايق. خش جوه، خش جوه كلميها. يا ابني بنصحها هتطلق. بنصحها. هتطلق ايه؟ انت كدابه. انت بنصحها. بتحكي الواقع اللي انا عايش فيه اصلا. انت هتطلقني؟ رد عليا. انت هتطلقني؟ انت هتطلقني؟ لا يبقى روق ليه؟ انا لازم ارفع عليك الطلاق، اديتك بالطلاق عشان تروقي. طب حسسيني طيب بجزء من النص اللي انت بتكتبي فيه ده. هغسل الطبق اللي معاك ده ولا تزعل، بس اكل العيال. ممكن ابعت بقى الفويس ولا خلاص؟ مش طايقك. خشي اتكلمي جوه. والله ما طايق كدبك. انت كدابه. كده يا فتحي انا كدابه؟ ايوه. ده انا بصلح بين راسين في الحلال. خد يلا. خد. بس يا حبيبتي فزي ما قلتلك كده، انتي اول حاجه تصحي من النوم نشيطه كده، تفتحي الشقه وتهويها وتشوفي لو في حاجه من الفطار ناقصه وكل الكلام ده. اوعي تنزليه يشتري لك الفطار. لا لازم انتي اللي تعملي الفطار. ايوه يا بنتي لازم تاكليه اكل مفيد وكل الكلام ده، لانه طول اليوم بياكل اي حاجه بقيه الاسبوع. فحرام عليكي والله. يعني خافي على بيتك بدل ما لبنى صاحبته تعمل له في الشغل اكل. يا لبنى خشي جوه. اقسم بالله ما هتكملي الفويس ده قدامي. والله ما هتكمليه قدامي. عشان انا دمي بيتقلب بالكلام اللي انت عيله كدابه. وربنا كدابه. ده انا ما باكلش يوم في البيت الا في يوم الاجازه بتاعي. ما انا كل لسه اكل من الشارع. اهو. ما انا بقول لها. اعمليه طيب على الاقل الكلام اللي انت بتقوليه ده. وانا هصحى الصبح اعمل لك فطار ازاي وانا مش ببقى مع ابنك طول الليل؟ ليه يا اختي؟ ليه يا اختي؟ وانا مش باجي بستلم الشغل؟ بخلص شغل وباجي استلمهم؟ حتى ما بتجيبيش حتى كوبايه شاي تبل ريقي؟ هو انت بتشرب شاي؟ ما بتشربش شاي. عصير. انت بتشرب عصير؟ اه. مش انت يا ابني اعملي ما... اي حاجه، اهتمي بيها باي حاجه. انت عايز تشقني وخلاص. انا مش وإيه فاهمه. انت ما شقتك بتشربش وخلاص؟ لا شاي ولا عصير. يعني اللي انت بتحكيه ده اسمه شقه ولا اهتمام بجوزها عشان ما يطلقهاش؟ هو ده هي عشان أصلاً انت هيطلقها. انت شبهها عشان كده هو اصلا هيطلقها. هو عايش معاه في كده صح؟ شيماء بعد اذنك ما تكمليش مع صاحبتك دي قدامي. اتكل على الله جوه. هو انت ليه كده؟ انت عايز تخرب على صاحبتي. حرام عليك اقسم بالله. ماشي ما انت كلامك اصلا بحاول ان انا اقعد ساكت عشان خاطر الراجل ما يطلقهاش. عشان الراجل ما يطلقهاش وانت عماله كل شويه تقولي كلام غريب. لا والله انا بنصحها. يا شيخه انصحي نفسك. بصي للمرايه وما تمسحش جوه. خش جوه والنبي. عشان بصي انت كل كلمه بتقوليها اصلا عكسها موجود في الواقع اللي احنا عايشين فيه في الشقه اهي. كل حاجه انت قايلاها قايله عكسها هي موجوده. ده انت حتى بصي يا شيخه حاطه لها انت ليه ايه؟ عشان لما اجي اقعد زي ما تكون انا واحد شغال زبال بره. كاني بص قاعد في بيت اشباح. انت محسسني ان انا قاعد في بيت اشباح. عشان عيالك بيدلقوا الحاجات على الانتريه. انا مغسوله فلازم احط حاجه على الانتريه ولا يبوظ وتجيب غيره. بص بحافظ لك على الحاجه. ماشي انا موافق بس بعد اذنك كملي بس.
كملي جوه بقى، ولا اسيب لك انا المكان؟ طب تعالى انت اكلي بقى العيال، ها، واتكل انا على الله جوه يا اماني. ايه الاوفر ده؟ ده ايه الاوفر ده؟ كدابه كدب الابل، وربنا كدابه. طب شيل الطبقين دول. مش شايل. هتتمرد عليا يا فتحي؟